ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تضغطوا على الجرس الموجود تحت الفيديو هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد من عالم ملاك. السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في عالم ملاك، ورجعت لكم من جديد في السلسله ديال التنظيف. غادي ننظفوا مع بعض المطبخ، وهذا غادي يكون الجزء الاول، وان شاء الله غادي نشارك معكم خلال هذا الاسبوع الجزء الثاني ان شاء الله، هكا باش نحفزكم اكثر تقوموا بتنظيف المطبخ قبل شهر رمضان الكريم. وهذا فقط يعني فيديوهات تحفيزيه اللي كنأكد عليه دائما هو انه كل وحده عندها طريقتها في التنظيف اكيد، وكل وحده على حسب المطبخ ديالها، واش كبير واش صغير او للبيت ديالها كذلك. فهادو كيبقاو فقط فيديوهات تحفيزيه لا اكثر، باش يعطيكم هكا نشاط وحيويه باش تنوضوا تقوموا بتنظيف البيوت ديالكم. الى كان يهمكم الفيديو خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر. طبعا انا قسمت الاشغال ديال تنظيف المطبخ الى عده ايام، تقريبا خدمني 4 ايام باش هكا ما نحسش بواحد الجهد والتعب. فانا حاولت انني نقسم لكم الفيديو الى جزئين، يعني هذا الفيديو هذا كان فيه يومين. بالنسبه لليوم الاول فانا قمت بتنظيف الفرن، يعني الفرن اللي كي ياخذ منا واحد الوقت طويل. عندي انا جوج ديال الافران، عندي هذا وعندي واحد صغير. فبالنسبه لطريقه تنظيفه فانا كندير خليط من بيكربونات الصودا والخل الابيض، كنوزعهم هكا باسفنجه على الفرن باكمله. اكيد كنحيد هذوك يعني لي زيتاجير اللي كيكونوا كاينين لداخل، هذوك كنقوم بغسلهم بوحدهم حتى هما كنرطبهم هكا في بانيو، وكندير لهم يعني بيكربونات الصودا والخل، ومن بعد عاد كنمشي نحكهم بهذاك السليكه بهذاك السلك الحرش. كنت ديجا يعني شاركت معكم طريقتي في تنظيف الفرن يعني بفيديو خاص، غادي نترك لكم الرابط اسفل الفيديو. هادو فقط كما قلت لكم فيديوهات تحفيزيه. فكما شفتوا يعني درت الخليط على الفرن باكمله، ومن بعد غادي نشعلو على درجه حراره 100 درجه، غادي نخليه بضعه دقائق حتى يسخن الفران وتفاعل هذيك بيكربونات الصودا مع الخل هكا باش يعطيني النتيجه افضل، لان فاش كيسخن الفران كيعطي واحد النتيجه افضل. فكما شفتوا هكا يصبح الشكل ديالهم. فيعني حرصوا على انكم تنظفوا الفرن ديالكم وهو باقي دافي شي شويه، بعد بمساعده رشاش يعني ديروا فيه شويه ديال الماء والخل، وبقاو هكا كترشوا باش هكا يعني يفزق لكم ديك يعني تفزق لكم ديك بيكربونات الصودا، لان كتنشف. يعني الا كانت دهون مستعصيه يستحسن انكم تستعملوا ديك السليكه الحرشه اللي كتكون حرشه بزاف، وتحاولوا انكم تحكوا. الصراحه بيكربونات الصودا كتعاون بزاف في تنظيف الفرن، يعني كتسهل عمليه التنظيف. وكما شفتوا النتيجه جد رائعه. كما شفتوا كنحكوا بنفس الطريقه لا في الزجاجه ولا في الداخل، يعني كنحاول انني نحكو مزيان. ومن بعد في الاخر من بعد ما ننظفو كنحاول انني ندوز عليه بالماء والصابون، يعني هكا باش نحيد ديك يعني اثار بيكربونات الصودا كامله. الا كانت باقيه شي حاجه كنحاول انني نحيدها بهذه الطريقه هذه. انا ديما يعني هذه الطريقه بغير رمضان او لا من غير رمضان كنديرها مره كل شهر، ويعني صراحه كنحافظ دائما على الفرن ديالي بقى نقي. وكما شفتوا كاين هذا الفرن الصغير هذا كنستعملو فقط غير فاش نسخن هكا الخبز او لا ملاوي او لا اي حاجه حبيت انني نسخنها. كما شفتوا حتى هو كننظفو بنفس الطريقه، كندير خليط بيكربونات الصودا مع الخل وكنشعل عليه على درجه حراره 100 درجه، وكنخليه تقريبا واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، يعني غير شي شويه باش يسخن، وهذيك السخونيه تسهل عليا باش نحيد الدهون. ومن بعد يعني ما عليا الا نجيب ونبقى نحك يعني بهاد الشيته الحرشه. وبالنسبه بمساعده يعني رشاش اللي غادي نبقى نرش بالماء او بالخل والماء.
وكما شفتوا جبت هاد السليكه الحرشه بقيت كنحك لان كما شفتوا كانوا فيه دهون، كان يعني فيه بعض الدهون يعني في الباب ديالو. فيعني البلايص اللي كيبانوا لي كما قلت لكم مستعصيه نستعمل هاد السليكه هذه اللي كتكون حرشه، يعني هاد الجيكس اولا السليكه الحرشه كنحاول انني نحك بها بهاد الطريقه هذه. ومن بعد ما علينا الا نجيبو منديل اللي كيكون فزقناه وعصرناه مزيان، وكنبقاو نمسحو نعاودو عاوتاني يعني نغسلو المنديل ديالنا ونعاودو نمسحو حتى نتخلصوا بجميع هذيك البقايا ديال بيكربونات الصودا. ومن بعد كنجيبو منديل اللي كيكون ناشف. انا كنستعمل هاد المناديل الورقيه الخاصه بالمطبخ، هي باش كنعاود نشف في الاخر وكنشفو كله. ومن بعد ما عليا الا نظفو من على برا كما شفتوا هنايا في الجوانب، يعني كنمسحو بمنظف متعدد الاستعمالات، كنظفو مزيان يعني غير هكا بمنديل لانه ما كيكونش فيه دهون بزاف من على برا. ومن بعد كنظف حتى البريز ديالو وصافي. وها هو الفرن ديالي نظيف وكما شفتوا النتيجه جدا رائعه. فبيكربونات الصودا والخل كتعطي نتيجه رائعه في تنظيف الفرن. انا ديجا سبق لي شاركتها معكم في فيديو خاص. ودابا غادي نمر يعني في هذا اليوم الاول بتنظيف هاد الادراج هادو. كما شفتوا انا خديت يعني جميع الاشياء اللي كاينه لداخل، ومن بعد قمت برش منظف متعدد الاستعمالات. ومن بعد جبت هاد الشيفون هذا وبقيت كنحك هكا مزيان باش نتخلص يعني من اي حاجه كاينه. بالنسبه لهذوك البقع السوداء فهذوك يعني الخشب تحيدت له الصباغه فيعني ماشي اوساخ. باش جبت هاد الجلد هذا اللي كيتفرش هكا في البلاكارات لداخل، فهذا صراحه كاين يحافظ على نظافه البلاكارات وما كيخليش الاشياء كتبقى تمشي وتجي. فهذا المجرى ما كانش عندي فيه ودرت له يعني واحد. وكما شفتوا رجعت جميع الاشياء اللي كاينين تمايا، اكيد هذيك غسلتها. ومن بعد خويت المجر الثاني اللي عندي فيه العطريه كذلك نظفته بنفس الطريقه اللي درت المجر الاول. يعني هذيك البونجا اولا هذاك الشيفون كيعاونكم مزيان باش انكم تحكوا يعني الا كاينه شي طبعه اولا شي وسخه. وممكن انكم تستعملوا حتى صابون الخاص بالاواني وتغسلوهم مزيان من الداخل. ومن بعد يعني فرشت نفس الجلد كما شفتوا، وجبت هاد المناديل المعقمه اولا لي لانجيت وبديت كنمسح في هاد القريعات ديال العطريه ديالي. فانا هادو غادي نمسحهم غير بالمناديل المعقمه لانهم باقيين نقيين ما فيهم لا دهون لا حتى شي حاجه. ومن بعد كما شفتوا هادو اللي خواو لي بالعطريه فانا عمرتهم بالعطريه وغادي نرجعهم يعني للمكان ديالهم، حتى هما غادي نمسحهم بالمناديل وغادي نرجعهم. ودابا جاء دور المجر الثالث حتى هو غادي ننظفو بنفس الطريقه. فاكيد في الاول يعني الا كان عندكم فيه اوساخ يعني متراكمه حاولوا انكم تجمعوا داكشي بلاسبيغاتور. فانا يعني ما كانش عندي فيهم اوساخ لان كل مره هكا كنحاول انني ننظفهم، يعني فاش هكا يبانوا لي متسخين كنحاول انني ننظفهم غير يعني التنظيف هكا العميق. ومن بعد ما ليا الا رجع كل حاجه لبلاصتها. وكذلك عملت حتى المجر الرابع، فقلت لا داعي انني نشاركه معكم حتى هو حيتاش غادي يجي الفيديو طويل بزاف. ودابا غادي نمر لهذا السرجم هذا اللي عندي في المطبخ مع هذاك الريدو اللي فيه. فانا خديت هذه خاصه اللي كتنظف الريدويات من هذا النوع هذا، خديتها من محل دولاراما وصراحه كتساعد بزاف انكم تنظفوا بها هذا النوع من الريدوات هادو. فانا خديتها وصراحه ساعدتني بزاف وعمليه عجبتني بزاف، وان شاء الله غادي نعاود ناخذ منها لان كتساعد بزاف تنظيف هذا النوع من الريدويات، خصوصا انا عندي يعني في البيت كله. ويعني وبقيت هكا كرش فقط منظف متعدد الاستعمالات وبقيت كنمسح بهذه الطريقه. سهلت عليا العمليه ونظفت الريدو دغيا دغيا.
من بعد جبت يعني المنظف متعدد الاستعمالات، غادي نعاود نكررها حيتاش بزاف البنات اللي قالوا لي كتكرر يعني نفس المنظف متعدد الاستعمالات، غادي نحاول ما نقولهاش بزاف. المهم رشيت المنظف ديالي وبقيت كننظف هكا بالشيته الخاصه يعني شيته خاصه بالاسنان اللي تكونوا يعني تستعملوها في التنظيف. كنحاول انني نوصل لدوك الاماكن اللي كيكونوا هكا صغار، كنحكهم مزيان. فكما شفتوا هذا السرجم هذا كتكون فيه يعني اوساخ كثيره، لان كنحاول انني نحلو كتدخل غبار. وكذلك كنت دايره دي بلونت تمايا اللي كانوا كيطيحوا التراب فاش هكا كنسقيهم وصافي. يعني دابا مع الربيع والجو راه زوين، خرجتهم للجرده باش هكا يتشمشوا شي شويه. بالنسبه للزاج انا نظفتو بالماء والصابون، لان راكم عارفين المطبخ كيكون فيه دهون وكلشي كيمشي للسرجم، فانا نظفتو مزيان. ومن بعد جبت هذه الخاصه بالزجاج، نزلت كاع داك الصابون، ومن بعد يعني مسحت الكادر حتى هو بنفس المنظف. ومن بعد يعني نشفت الزاج اما تنشفوه بجورنان او لا تنشفوه بالورق الخاص بالمطبخ، حتى هو كينشف الزجاج بواحد الطريقه رائعه. ومن بعد توجهت للمغسل، فانا قمت بتنظيفه بكربونات الصودا والصابون الخاص بالاواني. يعني رشيت شويه بكربونات الصودا ومن بعد ضفت له القليل من الصابون الخاص بالاواني. ومن بعد انا مشيت كنحكو مباشره حيت ما كانش عندي الوقت. نتوما الا كان عندكم الوقت ممكن انكم تخليو شي شويه في يدك بكربونات الصودا باش هكا تعطيكم نتيجه افضل. فانا يعني هاد المغسل هذا كل مره كنحكو كل مره كنغسلو، فيعني ما كنتش محتاجه انني نخلي بكربونات الصودا بزاف. فكما شفتوا بقيت كنحك مزيان. بالنسبه للبلايص اللي ما كتوصلهاش يعني هذيك البونجا، فكنحاول نستعمل يعني الشيته ديال الاسنان، خصوصا يعني في الروبيني ويعني والبلايص هكا ديال المغسل دوك الصغار، فنحاولوا اننا نستعملوهم. ومن بعد جبت هادو اللي كيكونوا يعني في المغسل، فانا كترقتهم في الصابون الخاص بالاواني وضفت لهم الخل باش يتعقموا مزيان. من بعد ما تغسلوا مزيان حاولت انني نحكهم هكا بالشيته ديال الاسنان وبهذيك يعني هذيك اللي كنظفوا بها، حكيتهم مزيان. ومن بعد صافي ما عليا الا نغسل المغسل ديالي، والنتيجه كتكون رائعه الصراحه. يعني هاد الطريقه ناجحه 100% وكتعطي واحد النتيجه رائعه للمغسل ديالكم، خصوصا هاد النوع من المغسل ديال الالومنيوم، يعني كتعطي نتيجه مبهره. وكما شفتوا يعني النتيجه رائعه جدا ديال هاد الجهه هذه، يعني ديال المغسل وديال يعني الشرجم حتى هو. بالنسبه لليوم الثاني فانا يعني غادي نقوم بتنظيف هاد الادوات هادو اللي كنستعملوهم بحال هاد يعني السخان ديال الماء. فانا خديت هنايا الخل الابيض، درت كاس ديال الخل الابيض باش هكا نعقمو من الداخل ونحيد منه كاع داك الكالكير. ومن بعد غادي نضيف كاس من الماء، يعني نفس العبار ديال الكاس ضيفوا نفس العبار ديالو ديال الماء، وغادي تشغلوه تخليو داك الماء حتى يغلي من الداخل، داك الماء والخل حتى يغلي مزيان من الداخل ويحيد لكم كاع الكالكير. نفس الطريقه غادي نديرها للاله ديال القهوه، غادي ندير كاس من الخل الابيض وتقريبا غادي ندير هنا 2 الكؤوس ديال الماء لانها كبيره وتحتاج ان باش تحيد بها كاع داك الكالكير، وغادي حتى هي نشغلها ونخلي يعني باش تعقم من الداخل وتنقى. من بعد يعني مثلا السخان ديالي العمل ديالو فانا شللته مزيان بهذاك الخل ومن بعد عمرته بالماء يعني العادي، وغادي كذلك نشغلو باش هكا يعني نحيد به يغلى داك الماء مزيان ونحيد به كاع ديك الرائحه ديال الخل. هاد المرحله ضروري انكم تعملوها يعني كمرحله ثانيه، انكم تغليو الماء لداخل باش هكا تحيد وما تبقاش فيه ديك الرائحه ديال الخل. وصافي دابا غادي نمر لهاد الجهه هادي غادي ننظفها مزيان. كما شفتوا خديت هادي اللي كندير فيهم الماس، حيد جميع الماس اللي فيها وغادي نقوم بغسلهم جيدا هادوك الماس، ومن بعد يعني نظفتها بالمناديل المعقمه. ومن بعد حتى هاد القريعات هادو انا نظفتهم غير بالمناديل المعقمه لان كنت ماشي بزاف باللي غسلتهم يعني فكانوا نقيين. ومن بعد يعني اي حاجه كاينه تما قمت بتنظيفها بالمناديل المعقمه.
ودابا هاد الجهه غادي ننظفها بالماء والصابون والخل باش هكا نعقمها مزيان، وإلا كاين اي دهون نتخلصوا منها. فكما شفتوا كنحكها مزيان مزيان، لي في الحيط ولا البوتاجي نفس الطريقه كنتابعها. وإلا كاينه شي وسخه يعني هكا في البوتاجي كنحاول انني نحكها يعني بالشيفون. فكما شفتوا يعني نفس الطريقه غادي نتبعها لهاد الجهه كامله. وصافي يعني هذه هي النتيجه ديال هاد الجهه، يعني تنقات مزيان وتعقمت. ودابا غادي نمر البلاكارات، يعني غادي نخوي البلاكارات نحاول انني ننظم ما امكن الا كانت شي حاجه خصها تنظم، ونمسحهم مزيان من الداخل، نمسحهم بمنظف متعدد الاستعمالات ونرجع كل حاجه لبلاصتها. ونفس الشيء نديرو يعني البلاكارات كلهم. يعني وإلا كانت شي حاجه مثلا ما غاديش تحتاجوها في شهر رمضان الكريم، حاولوا انكم تحيدوها وتخلصوا منها، يعني تديروها في شي كرتون وتخبعوها يعني في شي مكان حتى من ورا رمضان وتعاودوا تجبدوها. يعني حاولوا انكم تنقصوا عليكم الاواني اللي ما تحتاجوهمش، او الا ما كنتوش كاع تحتاجوها حاولوا انكم تصدقوها او لا تعطيوها لشي واحد. بالنسبه لي انا فما عنديش الماعن بزاف صراحه، ما كنحاولش حاليا ناخذ الماعن بزاف، يعني الاشياء اللي عندي كافيني الحمد لله، وهذا الشيء اللي كنستعملو يعني في المطبخ. وبهذه الطريقه يعني قمت بتنظيف جميع البلاكارات اللي عندي هكا فيهم الماعن في ليطاج الفوقاني، يعني لا داعي انني نشارك معكم كل شيء. ومن بعد يعني نظفت البيبان ديال البلاكارات من الداخل بالمنظف المتعدد الاستعمالات، وحتى من برا نظفتهم مزيان بمنظف متعدد الاستعمالات. وإلا كانت كاينه شي طبعه نحاول انني ندير لها القليل من الصابون الاواني وننظفها مزيان مزيان. ودابا جيت نغسل الاشياء اللي خاصهم يتغسلوا، مثلا هذه اللي كنحط فيها المعلقات يعني فوق من البوطاجي، وكذلك هذا اللي كان خاصو يتغسل ديال القهوه يعني غسلته مزيان. يعني اي حاجه كان خاصها تغسل او لا تعقم نحاول انني نغسلها. كذلك غسلت هذا اللي كنحطو انا ديما فوق من البوطاجي وكيكون قريب من البوطه فكيتراكموا عليه دهون، فانا خويتو هذا كندير فيه ديما الشوفان لان الشوفان كنستعملو يعني تقريبا بشكل يومي. فانا غسلته مزيان بالماء والصابون والخل وخليته يتقطر، يعني اي حاجه غسلتها خليتها تقطر. ودابا جبت هاد الاله ديال التوست اللي كنسخنوا فيها التوست، فحيت لها ديك اللعيبه اللي عندها لتحت، ومن بعد بقيت كنخويها هكا لان كيكون فيها الفتات ديال الخبز. هذيك اللعيبه حيتها وغسلتها، وهو يعني غير خويته هكا بالخبز. ومن بعد جبت يعني المناديل المعقمه وحاولت انني نمسحو مزيان مزيان غير هكا من على برا وصافي. يعني انا هذه هي طريقتي كنظفو غير بهذه الطريقه هذه. ومن بعد صافي ما عليا الا نرجع جميع الاشياء لهاد الجهه هذه ديال البوطاجي. حاولت انني نبدل شويه الديكور هكا لشهر رمضان الكريم، ندير ديكور يعني خاص، ونحس ان يعني المطبخ مور ما يعني نظفتو نحس بواحد التغيير فيه. يعني حاولوا دائما بدلوا الاماكن ديال الاشياء، يعني حاولوا تبدلوا الديكور ديال المطبخ باش هكا يعني يعطيكم رغبه اكثر انكم تدخلوا له تقضيو فيه يعني واحد الوقت جميل نتوما كتحضروا الوجبات. فكما شفتوا انا هذا هو الديكور اللي حاولت انني نبدلو. درت هاد القريعات هادو اللي درت فيهم، وحده درت فيها السلو شويه ديال السلو، وحده درت فيها التمر، وحده درت فيها المكسرات هكا باش يعطيني شويه اجواء رمضانيه. كذلك حطيت هاد الفيوز هذا باش يعطيني شويه الاجواء ديال رمضان. واني بدلت هكا شويه الديكور باش نحس انا بنفسيتي شويه، حيتاش فاش كتنقيو الحاجه وكتبدلوا الديكور حتى النفسيه حتى هي كترتاح. سبحان الله، يعني داكشي من عند الله. ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي، ولكن انا يعني واخا نغير غير ما كان شي حاجه في الدار فكنحس نحس بواحد الراحه نفسيه. وكما شفتوا دابا مريت لهاد الجهه هذه يعني اللي كانت فيها الفرن،
نظفها انا حاولت ننظفها بنفس الطريقه ديال الجهه الاخرى. ونظفت كذلك هذا اللي كانوا وضعوا فيه المناديل، يعني المناديل الخاصه بالمطبخ، ونظفت البوطاجي كله. وكذلك ما نساوش هاد المفاتح ديال يعني ديال الضوء حتى هما نظفوهم بالمناديل المعقمه، ومن بعد ضروري تنشفوهم يعني بواحد المنديل اللي يكون ناشف. وصافي دابا ما عليا الا نرجع جميع الاشياء كما كانت في بلاصتها. حتى بالنسبه للفرن حاولت انني نبدلو بلاصتو، هو كان في القنت رجعته من هنايا، والطوستر حتى هي، وهذيك يعني هذيك اللعيبه اللي عندي فيها الماس حتى هي بدلت لها. يعني حاولت نوعا ما هكا نبدل شويه الديكور في المطبخ باش كما قلت لكم نحسوا باجواء رمضان اكثر، ومهم نحسوا بواحد الراحه نفسيه. كذلك مريت لهاد الجهه هذه ديال البوطاجي حتى هي حكيتها بنفس الطريقه بالصابون والخل، وباش هكا تعقم مزيان. ممكن انكم تعوضوا الخل بواحد شويه ديال الجافيل، غير هو جافيل انا ما كنقدلوش بزاف الصراحه، وكيدير لي حساسيه في اليدين ديالي، فكيبقى الحل هو الخل يعني كبديل. فبالنسبه للجافيل فانا كنستعملوه شويه في تعقيم الحمامات، اما بالنسبه للمطبخ فكنفضل الخل الابيض. كما شفتوا حاولت انني نبدل يعني هذيك ديال الدسير، ودرت هذا الطبق هذا اللي كنت خديته شاركته معكم في مشترياتي الايكيا، درت فيه حتى هو الدسير وجا جميل الصراحه. وهذيك القريعه اللي دايره فيها يعني المعلقات وكلشي حتى هي حطيتها تما. وصافي يعني ما ليا الا ننظف هذه الجهه ديال البوطاجي هذه، وكنكون ساليت هذا النهار التنظيف. وكما شفتوا هذه هي النتيجه ديال المطبخ. يعني صراحه واحد الاحساس رائع جدا، تحسوه مور ما كتكملوا تنظيف المطبخ. يعني انا كما قلت لكم هذا فقط جزء اول، والجزء الثاني يعني غادي نكمل معكم التكمله ديال تنظيف المطبخ. هنا اكيد يعني هنا كنت صورت هذه النهايه هذه بعد ما كنت ساليت المطبخ كله، يعني نظفت الثلاجه، نظفت يعني البوتاغاز، يعني الارضيه، الميكروويف، يعني كلشي الاشياء كنت ساليتهم، الحيطان داكشي كامل. فيعني كتحسي كما قلت لكم بواحد الراحه نفسيه، ويعني كتخدمي في الكوزينه وانتي مرتاحه اكثر لان كتكون نقيه اكثر. فالتنظيف يعني ماشي غير في رمضان الكريم، اكيد يعني التنظيف خصو يكون طول السنه، وكل مره كل شهر كنحاولوا اننا نديروا واحد التنظيف عميق لجميع ارجاء البيت، باش هكا يعني نكونوا عايشين في واحد البيئه اللي تكون نظيفه ونقيه. يعني النظافه من الايمان، هذه راها معروفه، بلا ما نبقاو نقولوا تحضيرات علاش كتنظفوا لرمضان، وهذا راه ماشي غير لرمضان، التنظيف راه كيكون طيله السنه. دعموني دائما بلي لايك ديالكم، وخليونا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات هكا باش تشجعوني اكثر ندير لكم فيديوهات اكثر. واللي مازال ما مشتركاش في القناه اشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، كذلك تفعيل الجرس باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد. ونقول لكم باي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي بسلامه.